سلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اهلا بكم مع خوخه. حبيتي شي حاجه حلوه ليك لضيافك لوليداتك؟ تشهيتي شي حاجه حلوه تاكليها مع الصباح مع العشيه وما عندكش مكونات، ما عندك حتى شي حاجه في الدار من غير الفرينه؟ شويه احسن مقرمشات، احسن حلويات، احسن يعني قد ما نقول عليها شابه بزاف وخفيفه وسهله واقتصاديه ما فيها والو. خير ملي تروحي تشريها من برا. شوفوا، يعني مزيج ما بين الطراوة والقرمشة، يعني ما شاء الله. بلا ما تخمي في المكونات، مكونات بسيطة جدا متواجدة في كل منزل. عبارة عن زوج مغارفات نتاع نشا، كاس ما، زوج مغارف زيت، كاس فرينة، عطر تاع موز أو فانيلا كما تبغوا، قرصة ملح وزوج ملاعق سكر فقط. شكون اللي ما عندهاش هاد المكونات في الدار؟ زيدي معاهم كاس ما، هذا مكان ما عادي من الحنفية ولا ما اللي تشربوه. المهم إذا عندك شوية حسل يعني باش تعسليها فقط. يعني مكونات بسيطة والطريقة أبسط. نلمو كل السوائل مع بعضها، نحطو هذاك الماء نضيفو عليه الزيت، نضيفو عليه زوج مغرفات تاع عسل. أنا هنا العسل نصنعو دائما منزليا، يعني نخليكم إن شاء الله رابط الحسيلة، حسيلة ناجحة 100% لكل المعسلات، خليها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله. صندوق الوصف ما تعرفوش تكليكي على العنوان تاع الفيديو يدخلكم مباشرة لصندوق الوصف، تلقوا تما كاين اللينك. نضيف كل المكونات السائلة مع بعضها في كاسرونة، نحط عليهم السكر ونحطهم على نار لأن السكر باش يذوب معاهم، ونحركهم. مجرد الغليان نكون أنا جهزت الفرينة، حطيت عليها زوج مغرفات نتاع النشا، نخلط الفرينة مع النشا، خلطهم مع بعضهم. بمجرد أن الكاسرونة يعني السوائل يغلوا لي، نحط فيهم هاد الفرينة مع النشا مع بعض ونبدأ نقلب فيهم. وبمجرد هذاك هادوك السوائل يغلوا الغليه الاولى، نحطهم ونحط عليهم هادوك النواشف اللي هما فرينة مع النشا، ونبقى ندخل فيهم غير هكذا بالملعقه. كي نشوفهم دخلوا مع بعضهم ونشفت العجينه، نحاول نحطها في البلان دو طرافاي تاعي ولا في الاناء في البوطاجي تاعي، ونحاول نقلبها يعني غير باش تبرد لي، يعني منها نعجنها ومنها باش تبرد لي. في الاول راح تجيكم شويه سخونه، تعملوا معاها يعني بلطف، هي بشويه بشويه غادي تلقاوها بردت، يعني مجرد دقيقه تلقاوها بدات تبرد. هنا غادي نستعملوا لها بدون يعني لا كيس حلواني ولا على قلت لكم ما فيها والو، يعني ما عندهاش مصاريف باش ديريها هاد الحلوى. فقط جاتك في خاطرك تنوضي وتتشطري وبمكونات بسيطة وانت فرحتي وفرحتي عائلتك، زيدي معاها برادة يا سلام مع النعناع، وانت فرحتي معك عائلتك وليداتك. المهم انا هنايا قعدت نعجن فيها بهذه الطريقه، يعني انا نخلط فيها لان كانت سخونه بزاف. تعاملي معها هي راح تبرد بالخف وتولي عباره عن عجينه ملساء طريه وجميله جدا. المهم كي تحسي بها دافية تقسميها إلى كويرات، وكل كرة تحليها على شكل حربوش بودا، وبواسطة يعني فرشيطة ولا شوكة ولا. المهم تحطيها، ديري لها هاد الطباعة بالفرشيطة فقط. ممكن ديريها بالطول ولا بالعرض كما تحبوا، أنا توا العرض جاوني أحسن من توا الطول. وتحطيها يعني في صينية، هنا ما تلصق لك، ما ترشي الصينية بالفرينة ما والو، ما غاديش تلصق لك. وانت تكوني جهزتي اناء يكون ثقيل شويه، انا هنا كانت عندي يعني كاسرونه ثقيله وغامقه. تحطي لها كميه معتبره من الزيت وتخليها تغلي. كي هذاك الزيت تاعك يولي يغلي، تبدي تحطي في الحبات نتاعك وتنقصي الزيت شويه هكذا باش ياخذوا وقتهم في الطياب. وما رايحين لا ينفتحوا لك لان هما فيهم لا بيض لا سميد لا حتى حاجه، ما رايحين لا ينفتحوا لك لا والو، رايحين ينتفخوا ويطيب والطياب يدخل لهم من الداخل. وكي تعسليهم يعني الحسيله تدخل لهم حتى القلب. شوفوا الحبات كيفاش نتفخوا، ما تخافوش منها تنحل ولا يعني الزيت نتاعك يتعمر بهذاك الفتات تاع العجين ولا تطلق لك ريحه الشياط ولا، يعني هذه ما شاء الله حتى هذاك الزيت ما ترميش وتعاودي تستعمليه في امور اخرى لانه يبقى كيما هو حتى ولو كانت عندك كميه كبيره. شوفوا لي تبقوا تقلبوا فيها يعني مره على مره تقلبوها، شوفوا راح تنتفخ وتولي يعني شغل بوليطه. شوفوا هنايا تبقي تقلبي فيها حتى تاخد اللون الدوغي، انا نبغيها شويه طيبه مليح. ومباشره تكوني مجهزه الحسيله تاعك ثقيله،
تنحيها من الزيت، تقطريها من الزيت، تحطيها مباشرة في الحسيلة وهي راح تشرب. يعني تجي شغل زلابية، شغل اسبوع القاضي، ولا كيما يسموه في بعض المناطق حلوة البنان، ولا ما باش كيفاش يسموه. المهم حلويات معسلة، يعني تنفع في رمضان، تنفع للضيوف، للأصدقاء، أيك في دارك لوليداتك. كيما أنا هنايا كنت وحدي، بانت لي عليها درتها وأنا وحدي في المنزل، يعني كنت وحدي وما شاء الله. يعني من بعد جاو عندي كليت ووكلت، يعني ما شاء الله. تعطيك كمية كبيرة، يعني شتو المقادير شحال درت؟ فرينة وزوج مغارف نتاع نشا فقط، عطاتني كاع هاد الكمية. والله لا كلينا وبقى ما شاء الله، وبنينة بالبزاف. ما عندهاش هذيك ماشي قاصحة، يعني مقرمشه او ميم طون طريه، بهذيك الحسيله ثقيله كي شربت ولات طريه، و ميم طون عندها قرمشه. لازم الحسيل ما تضيفوا لها حتى حاجه، يعني غير قطرات فقط من ماشي مزهر، لا عطر المزهر، باسكو المزهر يخلي الزيت يولي خفيف. ديروا غير عطر المزهر هكا باش كما عارفين الحلويات المعسله الجزائريه يعني معروفه بالمزهر. كيما نقولوا حنا تاكلي وتشمي، تاكلي وتستبني، كيما الشاميه، كيما المهم كاع الحلويات الرمضانيه. وهذا هو الطبق النهائي. عسلتها وخليتها شربت العسيلة، يعني ما با دقيقة، يعني تشرب حسيلة ما با دقيقة هي تشرب بالخف. وهي ديجا منتفخة ديك الحسيلة، تدخل في هذاك التجويف اللي من داخل، وتجي رائعة رائعة جدا، وما فيها والو، في 5 دقائق وانتي كملتيها. كان هذا هو فيديو نتاع نهار اليوم حبيباتي، سهل جدا ولذيذ، يعني ما نقولكمش. ان شاء الله تجربوه وتستمتعوا به. وما فيه والو كما راكم تشوفوا، سهل بزاف. حبيت نشاركه معكم. ان شاء الله ما تبخلونيش باللايك واشتراك وتفعلوا الجرس، يعني وتبارطاجوا ما بيناتكم، هكا باش تدعموني في القناة، وكل يوم يوصلكم جديد من عندي، جديد والسهل. كما عودتكم دائما. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع الف سلامة. باي باي.